لو عندك عزومة ومحتارة ومش عارفة تبدأي منين ولا تعملي ايه، فالفيديو ده ليكي. النهاردة هعرفك ازاي ترتبي نفسك وترتبي افكارك وتخلصي العزومة في اقل من ساعة. بس قبل ما ندخل متنسوش تصلي على النبي وتعملي لايك وتشترك في القناة ولسه مش مشتركة. اول حاجة ببتدي بيها ان انا بجيب كل كمية البصل اللي انا هستخدمه في كل الوصفات وبقشره مرة واحدة وبسيبه قدامي على الرخامة، بغسله وبنقعه في مية وبفضل سايباه قدامي طول العزومة على الرخامة، بحيث يعني لو حبيت اعمل اكله بيبقى البصل والخضار وكل حاجه بتبقى جاهزه قدامي، مش ببقى متوتره وكل شويه بقى اقشر بصل والمطبخ يتبهدل وكده. وبخلصه بتخلص منه في الباسكت وبغسله وبسيبه قدامي نضيف وكده. خلاص ارتحت من حاجه. وتاني حاجه، لو هستخدم بطاطس بقوم جايبه برضو كل البطاطس ومقشراها كلها مره واحده وبنقعها في ميه. ولو انا هقطعها طرنشات بقطعها طرنشات، لو انا هقورها بقورها. ودي حاجة برضو ببقى خلصت منها. امشي بالنظام ده صدقيني العزومة مش هتاخد معاكي اي وقت نهائي. هتتعبي بس في الاول شوية لحد لما تخلصي الخضار، وبعد كده ما عادش هيبقى وراكي اي حاجة خالص غير ان انت تجهزي، والتجهيز ده مش بياخد اي حاجة. اللي هو التتبيلات والكلام ده مش بتاخد معانا اي وقت نهائي طالما الخضار وكل حاجة نضيفة قدامك، فبتاخدي منها وبتقطعي على طول. وهنا دي قورتها وهقول لكم دلوقتي هنعمل بيها ايه. بس اهم حاجه ما تقورهاش جامد، سيبي فيها شويه كده من اللحم، علشان لما بتتقور قوي البطاطس مش بتبقى احسن حاجه. وكده ايه، خلاص خلصنا يعتبر. والطماطم بتبقى قدامي برضو جاهزه ونضيفه. وكده خلاص ما عادش قدامي اي حاجه. هنا بقى هعمل تتبيله الفراخ. جبت 3 بصلات كبار، واحده من الطماطم وقرن فلفل واحد وشويه من شبت على البقدونس، والتوابل نص معلقه من الملح ومعلقه كبيره من الملح اللي هي المعلقه الكبيره اللي هي بناكل بيها الكبيره، والروزماري وفلفل اسود وبابريكا وشويه من بهارات الفراخ. وعصري حوالي ليمونتين كده. وبلاش تنزلي بخل وفرمهم فرم ناعم. وافضلي بقى دليكي في الفرخه كويس جدا. بصي دخلي بقى التتبيله دي بين الفتحات، بحيث ان هي تتشرب وما تاخدش معاكي اي وقت في السوا ولا في التتبيله، تلاقيها طالعه من الفرن متشربه التتبيله كويس جدا. لو عندك بقى كيس حراري حطها في كيس الحراري وحطها في صينيه وفيها شويه ميه ودخليها الفرن. مفيش عندك اللهم صل على النبي، مفيش عندك اللي هي الاكياس الحراري، هنعملها في صينيه زي ما عملناها دلوقتي. بس اول ما شربتها خالص من التتبيله ودخلت التتبيله في كل الفرخه كلها وتشربت التتبيله، بقى هنجيب بصلتين كبار ونقطعهم ونعملهم زي مرتة كده. ولو حابه احط فيها جزر، فلفل، طماطم، الحاجات دي كلها بتدي نكهات حلوه. بس انا هنا بقى جبت بصلتين بس وقطعتهم طرنشات علشان ايه، لحد ما الفرخه تستوي كنت استوت معاها. وبعد ما قطعتهم طرنشات جبت عليهم فلفل اسود وسبع بهارات وشويه من الملح، بس كده محطش عليهم اي حاجه تانية. يفضلي بس بقى بعد ما تحطي عليهم التوابل افركي فيهم كويس، مش كويس بس لا كويس جدا، لما كل الشرايح دي تتفكك خالص وكده يبقى خلاص خلصت. شايفين انا فتحتها وفضلت افرك فيها كويس جدا لما حسيت ان هي دبلت معايا كده بقى خلاص. نحشيها بقى في قلب الفرخة. لازم اغسل ايدي علشان ما بستخدم بصل او كلام من ده، لازم تغسلي ايديك على طول عشان البصل ما يفضلش ماسك في ايديكي. ودي يعني نصيحة مني بس. انا طبعي كده لما بستخدم بصل او اي خضار عامة يعني لازم اخلص اروح اغسل ايدي قبل ما اكمل الحاجة التانية، علشان ايه ما يفضلش ماسك في ايديكي فترة طويلة. شايفين؟ رحت غسلت ايدي برضه قبل ما اخلصها وخلصت. ونغطيها بقى بورق، لو حابه تفرشي تحتها خضار افرشي برضه بيدي طعم حلو. غطيها بقى وهي تستوي بقى بالميه بتاعتها وهتبقى خطيره. سيبها في الفرن حوالي ساعتين 3 وهتطلع معاكي مستويه وخطيره. تعالي بقى لما نعمل الصنف التاني. هنا معايا لحمه. انا هنا بحط اللحمه وبعدين بنزل ميتها يعني بشوحها في ميه من الحنفيه عادي. وبعد كده المية بتبتدي تطلع مني ريم كده مش بحبها لان مش بحب اغسل اللحمه. انا بخاف عامه من اللحمه والفراخ والكلام ده، فما برضاش اغسلها. فهي ايه، اول ما بتغلي وبتنزل الريم ده كده بقوم شايلاها خلاص غسلاها تحت الحنفيه عادي. وبعدين بشوحها بتبقى خطيره وشربتها بتبقى خطيره. بس كده بقى.
بحط شويه زيت او ممكن تنزلي بشويه من السمنه، بس انا مش بحب طعم السمنه في اللحمه. ونزلت بثلاث فصوص حبهان، وبشوحها، وبعد ما بتتشوح بنزل عليها بالميه السخنه. بس اهم حاجه قلبيها كويس، يعني قلبيها كده كويس وبعدين ننزلي عليها بالميه. دي طريقه بعملها، واوقات ان انا بسقطها في ميه سخنه. انا بحب الطريقتين، بس لما يكون احطها في الخضار بحب اعملها كده. وانزلي عليها بميه سخنه، مينفعش تنزلي بميه سقعانه علشان ايه التشويح اللي احنا عملناه قفل المسام. فانت لما تعملي كده عارفه اللحمه هتشد منك وما هتطلعش احسن حاجه. اول بقى ما يطلع اي ريم شيليه، وبعد كده اول ما تشيلي كل الريم انزلي بقى بالتوابل. انزلي بقى بشويه من بهارات اللحمه وشويه. بس ما تكترش لان اللحمه مش بتحب التوابل زي الفراخ. فانت انزلي بس بسنه من الفلفل الاسود، وسنه من السبع بهارات، وسنه من بهارات اللحمه ولوري، وخلاص كده. وانا ما بحبش انزل على اللحمه ببصل كبير، بحب افرمه في الكبه، بيحول الشوربه في حته تانية خالص. نزلت بقى بنص جزرايه ونص طماطميه وبغطي عليها بس لحد ما تستوي. تعالى لما نعمل الصنف التالت، شايفين البصل معايا جاهز وبستخدمه بمنتهى السهوله. اعمل بقى العصاج، عملت 3 بصلات ونزلت بالتوابل قبل ما احط اللحمه علشان ايه تدي ريحه كده حلوه. وبفضل اشوحها لحد ما تستوي، وبعدين حشيت بيها البطاطس. لو وصلت لحد هنا اوعي تكوني لسه ما عملتش لايك او كتبت لي كومنت حلو برايك. وهنا خلاص خلصت كل كميه البطاطس. هتجيبي بقى على النار مثلا فصين توم، واول ما يتحمروا حطي عليهم الطماطم، وبعد كده حطيها عليها كده، ما تنزلهاش نية. دي نصيحتي ليكي، ان انت تشوحيها اول في توم او بصل، انما بتحطها نية كده متطلعش احسن حاجة. بس كده. وبعد كده هنا ضربت بصل تاني في الكبة، ونزلت بقى بشوية من السبع بهارات، وسنة كده من البابريكا وملح، وخلاص. وتعالوا لما نعمل معايا السمان. انا كان نفسي بصراحة اشويه، افتحه من الظهر واشويه، بس ما كنت مستعجلة وما كانش معايا وقت، فحبيت ان انا اعمله كده اختصارا للوقت. بحشيه بقى ده وحطوط زبيب، ده زي المرتة الدمياطي، بيبقى طعمه تحفة بصراحة. وخلاص خلصته، وانزل بقى عليه بشوية من المستكة ولوري، وشوية سنة من الفلفل الاسود، وسنة من السبع بهارات، وسنة من الملح. وبعد كده ننزل بالمية السخنة، ضروري تكون المية سخنة. وهنا بقى هاتي معلقتين كبار كده من البصل، حوالي بصلة كبيرة كده حلوة كده، ضربتها كده تقريبا كان اخر بصل عندي، او لا لسه كان فيه بصل، احنا لسه هنعمل حاجة. شوحته بقى كويس، واول ما يتشوح نزلت عليه بكيس من البسلة. وهنا البسلة دي مش مسلوقة ولا اي حاجة، انا بنزلها نية كده، في ناس بتسلقها بس انا لما نزلت بيها نية كده طعمها خطير. انزلي بيها نية وقلبيها بقى كويس وغطيها شوية لحد ما تدبل، فكده مش هتحتاج معاكي اي سلق. واول ما دبلت انزلي عليها بقى بالجزر والبطاطس. لما بتحبي تضيفي بطاطس استغني عنها خالص. انا نزلت بواحده من الجزر وواحده من البطاطس، وافضل قلبتهم كويس مع بعض. وبعدين نزلت بعصير 5 طماطمات وقلبتها. واول ما اخدت غلوه صفيت اللحمه دي بقى وحطيتها عليها. صح، منزلتش بالتوابل. بابريكا وفلفل اسود و7 بهارات وملح، كل دول معلقه صغيره، وقلبتها كويس. اتاكدي بس ان التوابل اتشربت معاها، يعني اندمجت معاها. وبعد كده بقى انزلي باللحمه، هجيبها بقى وصفيها وانزل عليها، وتاخد غلوه واحده بس، وبدخلها الفرن بتطلع مش قادره اقول لكم. لازم تجربوها. أه بص، غلوه واحده بس، اول ما تاخد غلوه دخليها الفرن. وكده بجد اي حد هتعمليها، اي حد هيسالك عاملاها ازاي، بس تمشي بالطريقه اللي انا عاملاها خطيره. دخلها بقى الفرن. وهنا عملت معايا صينيتين من الجلاش.
الجلاش اساسي معايا في اي عزومه، يعني معرفش اعمل عزومه من غير جلاش بصراحه يعني. بحسه بيبقى حلو وبيطلع معايا ما شاء الله حلو. وتاني حاجه يعني بيبقى كتير، فتحسي ان الاكل كتير كده يعني كل الحكايه دي بربع كيلو، ف يعني بيشرف العزايم بصراحه. عملت بقى الصينيتين ودخلتهم الفرن. وتعالوا نعمل اللي هو البتاع اللي هو التشريبه بتاعتهم. بنزل، المفروض تنزلي باتنين، كل صينيه بتاخد واحده، يعني كل صينيه جلاش بتاخد بيضه وكوبايه من اللبن وبس، ما تضيفيش عليها اكتر من كده. وهنا اول ما دخلتها الفرن واخدت تشميع حوالي دقيقتين، نزلت عليها بالتشريبه اللي انا عملتها لها، وبتهز بس الصينيه، اول ما بتتشرب بتدخليها الفرن تاني. مش بتحتاج بيكنج باودر ولا اي حاجه تانية. وهنا بقى اخر حاجه، تعالوا بقى لما نعمل الرز. نزلت ببصلتين مقطعاهم بقى في الكبه، وافضلي حمري فيهم لحد لما بياخدوا لون، وبعدين انزلي عليهم بالتوابل، وبعد كده انزلي بالرز وسيبي الرز يتشوح كويس جدا جدا جدا. واهم حاجه بقى عشان انت عامله كميه رز كبيره، ان انت تنزلي بميه سخنه علشان الرز ما يعجنش منك. وكده خلاص الرز بيبقى جاهز معايا وبيبقى خطير. شايفين؟ مرتبين نفسنا والاكل ما بياخدش معانا اي وقت نهائي. امشي بس بطريقتي هتلاقي المطبخ معاكي لسه نضيف فل، وهتلاقي مفيش معاكي اي، يعني ما تحسيش ان انت متوتره وقاعده مع الضيوف كده مرتاحه. هنا بقى نعمل شويه من البسله. حمرت البصل، وبعد ما اتحمر شويه نزلت عليه بفصين من الثوم، بعدين نزلت بالطماطم. ودي بسله، لا مش بسله، دي لوبيا. آم، سلقتها، واول ما استوت لازم تستوي تماما قبل ما نحطها. وكده خلاص الاكل خلص معايا. خطير خطير خطير. لازم تكتبوا له رايكم، وقولوا العزومه دي عجبك ولا لا، واكتبوا لي حابين نعمل ايه العزومه الجايه. بحبكم في الله. مع السلامه.